ازاي تتمكن من الاقناع والتاثير وتبقى قادر تقنع اي حد باي حاجه. ازاي تعرف تاثر في الناس وتعرف ايه اللي بيأثر فيهم وايه اللي ما بيأثرش فيهم. هي الناس ازاي بتاخد قراراتها اصلا؟ يعني ايه اقتناع؟ هل في حد فعلا ممكن يقتنع بحاجه ولا لا؟ كل الحاجات دي هتلاقيها في الفيديو ده، فخليك معايا للاخر عشان بجد هيفيدك جدا. حاجات زي اللي احنا هنقولها دي كفيله ان هي تغير لك حياتك حرفيا، سواء في شغلك او في علاقاتك الاجتماعيه او العاطفيه او ايا كان، في علاقاتك مع اي حد. خلينا نبدا في الكلام المهم. بس قبل ما نبدا، لو انت لسه اول مره تشوفني على اليوتيوب وبتحب النوع ده من الفيديوهات، يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. وخلينا بقى نبدا. هو مبدئيا الكلمه بتاعت ازاي تقنع اي حد باي حاجه دي، هل الكلمه دي صحيحه اصلا؟ يعني هل في حاجه اسمها كده؟ في حاجه اسمها ان انا اقنع اي حد باي حاجه؟ الجمله دي ناس كتير فهمتها غلط وشرحتها غلط. طب ليه الكلام ده فهموها غلط ازاي؟ خليني اقول لك دلوقتي. بس قبل ما اقول لك، خلينا نعرف هو يعني ايه الاقناع اصلا، وليه هو مهاره قويه جدا كده لو هي عندك. مبدئيا الاقناع هو استخدام اساليب معينه في الكلام والتعامل مع الناس علشان تاثر في افكارهم ومشاعرهم وافعالهم. وده بيكون عن طريق اللعب على 3 حاجات: العواطف، المنطق، المصداقيه. ال3 حاجات دي هي اللي بتاثر فعلا في الناس وبتخليهم يقتنعوا بحاجه او ما يقتنعوش بيها. ايه اللي بيحصل؟ ازاي تعمل كده؟ خلينا بقى نبدا. في شويه حاجات كده هنناقشها، لو فهمتهم صح وعملتهم هتبقى مقنع جدا وهتعرف تاثر في اي حد. اول حاجه فيهم وهي اللي هتوضح لك جدا ازاي الناس فهمت غلط فكره ان انت ازاي تقنع اي حد باي حاجه. علشان اول حاجه فيهم، علشان تقنع اللي قدامك صح لازم تفهمه كويس. يعني انا ما اقدرش اقول لك سكريبت واضح ثابت مع كل الناس تقدر تقنع بيه اي حد. كل واحد وليه دخلته. ضروري جدا تفهم ان تاثيرك على الناس اللي حواليك بيبقى مختلف على كل واحد. ضروري نبقى فاهمين ده في التعامل، علشان لو في وقت اصلا حبيت ان انت تاثر في حد بحاجه معينه تبقى انت عارف انت بتعمل ايه بالظبط وعارف انت بتاثر فيه ازاي. فاول حاجه مهمه جدا في الاقناع علشان تبقى حد مقنع ومؤثر في الناس، لازم تفهم الناس اللي حواليك، تفهم كل واحد عايز ايه بالظبط، ايه احتياجاته، ايه الحاجات اللي بتضايق منها، ايه الحاجات اللي بتبسطه. هقول لك مثال سريع على ده وحصل قريب. حصل قريب ان في ابلكيشن نصب في مصر عشم الناس باستثمارات مهوله وقال لهم ان انتوا هتدفعوا 1000 جنيه الاسبوع الجاي تاخدوهم 2000 وحاجات غريبه كده. وفعلا لم كميه فلوس غريبه من الناس، وفي ناس كتير قوي اتعشمت وناس كتير قوي حطت فلوسها. طب ازاي تقدر تقنع حد ان هو يحط المبالغ دي كلها؟ ده في ناس حطت اللي وراها واللي قدامها في الابلكيشن ده علشان هو قال لهم اصل الكريبتو كارنسيز او العملات المشفره بقى هتكسبكم ملايين والجو ده. ببساطه الناس هنا اقتنعت وافعالهم اتغيرت وتاثر فيها ان هم دفعوا فلوس وخدوا الاكشن ده او عملوا الفعل ده عشان الدنيا صعبه قوي دلوقتي، عشان الناس بقت محتاجه فلوس قوي دلوقتي. فلما حد هيعشمهم بحاجه كبيره قوي هتحصل صدمه ايجابيه كده، وهفضل اتخيل نفسي بقى ايه، عايم في بحر الملايين بتاعي ده. انا هحط 1000 دلوقتي هتجيلي 2000 الاسبوع الجاي، والاسبوع اللي بعده تجيلي 4، والاسبوع اللي بعده تجيلي 8، شهرين وهبقى مليونير. ففي ظل الوضع الاقتصادي ده دلوقتي دي حاجه ناس كتير. فالاقناع بتاع الموقف ده لعب على حاجه الناس، حاجه الناس دي بالذات. وطبعا دي حاجه ناس كتير قوي في العالم كله على مر العصور كلها، يعني مفيش حد مش هيبقى عايز فلوس. ودي طريقه مشهوره جدا للنصب على ناس كتير في مجالات كتير، ان انا اخضك او اقول لك حاجه مبالغ فيها جدا فانت تطمع وتتحمس وتحلم بقى احلام اليقظه بتاعتك. الناس بتوع السيلز او المبيعات دايما بيتكلموا على ان انت علشان تبيع حاجه لحد لازم تفهمه كويس، لازم تقراه قبل ما تتكلم. انت مش بتخش تقنعه وخلاص، انت بتقراه الاول، بتشوف احتياجاته الاول، بتساله اسئله كتير تعبر عن احتياجاته فعلا وتخليه يطلع اللي جواه. ببساطه دي اول حاجه المفروض تعملها في الاقناع، ان انت تفهم اللي قدامك، ما تخش تقنعه وخلاص. الاقناع في الخطوه دي هو قرايه البشر اكتر من ان انت تتكلم على طول. تاني حاجه علشان تكون مقنع جدا ومؤثر في الناس اللي حواليك هي بناء الثقه. لازم تبني ثقه ما بينك وما بين كل الناس اللي حواليك، او ما بينك وما بين الناس اللي انت عايز تاثر فيهم او تقنعهم باي حاجه. طب ليه وازاي تعمل كده؟ ليه تبني ثقه؟ علشان ببساطه انا عمري ما هقتنع بكلامك ولا هصدقك من غير ما اكون واثق فيك. يعني لو انت حد ما عندوش مصداقيه بالنسبه لي، انا عارف ان انت شخص كذاب مثلا او نصاب، وجيت قلت لي اي حاجه مهما كنت مقنع ومهما كان معاك حق، حتى لو انت كان معاك حق فعلا بجد، انا مش هصدقك ومش هديك وداني ولا هديك عقلي خالص. علشان ببساطه مفيش ثقه ما بيننا، انا مش واثق فيك فانا مقتنع ان انت كذاب حتى لو انت بتقول الحق. لكن الاساس بتاع ان انت تقنع حد اصلا او ان انت تخلي حد يسمعك او عنده استعداد يشوف انت بتقول ايه. طب ازاي بقى تبني الثقه دي؟ ببساطه ان انت قبل ما تحاول تاثر في حد تديله منافع من عندك، تفيده باي حاجه، تفيده بمعرفه، تفيده بمهاره، تفيده بخدمه، تعمل له اي حاجه بدون مقابل. خلي بالك الحاجات دي ما تستخدمهاش استخدام سيء بعد اذنك. الكلام اللي احنا بنتكلمه ده كلام بيوصل لقلب الناس فعلا، فلو انت قادر تعمل ده وقادر توصل له يا ريت ما تستخدموش استخدام سيء علشان هيترد لك وهتزعل. ربنا ما بيسيبش حق حد يعني. المهم ان دي حاجه لطيفه جدا هتساعدك ان انت تبني ثقه ما بينك وما بين الناس، تفيدهم بحاجه من غير ما تطلب مقابل ومن غير ما حد يحس ان انت بتعمل كده مصلحه. اعمل الخير وارمي البحر. وبالمناسبه مش بس علشان تقنعهم، علشان تبقى حد لطيف. يعني دي حاجه جميله ان انت تعمل خير لحد او تساعد حد او تدعمه، دي حاجه جميله في حد ذاتها من غير اي مصالح. فلو عملت كده بس من غير اي اقناع اصلا او اي تاثير
فانت هتبقى كسبان برضه. تالت حاجه بقى تعملها ان انت تركز على الحاجات المشتركه ما بينكم، يعني تركز في كلامك على اي حاجه مشتركه بينكم وتتكلم عنها اكتر. خلي بالك انا هنا بقول لك تركز على الحاجات المشتركه بينكم، مش تخلق حاجات مشتركه. يعني انت مش عشان تقنعها او تاثر فيها تمثل ان انت بتحب حاجه هي بتحبها، او مقتنع بحاجه هي مقتنعه بيها، او هو مقتنع بيها ايا كان، علشان ببساطه حاجه زي دي هيكون مفعولها معكوس تماما. اولا مش هيبقى فيه مصداقيه عشان انت اكيد هيبقى شكلك فيك ومزيف. ثانيا لو انت مثلت في حاجه زي كده ممكن يا سيدي تتصدق لحظه، بس عمرك ما هتتصدق على طول، علشان حاجه زي كده طول ما انا عارفك اكيد هعرف ان انت مش بتحبها ولا حاجه. فببساطه في الحته دي الكذب ملوش رجلين. انت شوف الحاجات اللي فعلا مشتركه بينكم وركز عليها، ما تخلقهاش، علشان ده هيقوي البوند او العلاقه بينكم، وهيسهل عليك قوي تقنع الشخص ده او الشخصه دي باي حاجه وتاثر فيها كويس. رابع حاجه ودي من اقوى الحاجات اللي ممكن تتعمل علشان تقنع او تاثر في الشخص اللي قدامك، ان ما كانتش اقواهم اصلا، هي استهداف المشاعر بتاعته. في قاعده مشهوره جدا في السيلز او في المبيعات ان الناس بتاخد القرار بمشاعرها بقلبها، بعد كده بقى بتبتدي تفكر بعقلها علشان المنطق او العقل بتاعها يبرر لها بقى القرار اللي هي اخدته بقلبها. بس احنا مشاعرنا وقلبنا اللي بيحركنا من الاخر. فعلشان تاثر في مشاعري او تاثر في سلوكي او الاكشن او الفعل اللي انا بعمله، لازم تاثر في مشاعري، ملهاش حل تاني. مشاعري هي اللي هتاخد الاكشن وهي اللي هتحركني. في مثال على الحته دي بحب اقوله جدا. لو انت يا سيدي حضرت محاضره عن الاحتباس الحراري، انا عارف ان انت مش مهتم بس معلش امشي معايا للاخر. جه واحد كلمك على الاحتباس الحراري وقد ايه هو يعني مدمر الدنيا، وقد ايه انت ممكن تاثر في الموضوع بان انت تحسن من سلوكك في حاجات معينه، عشان كل الناس لما هتغير سلوكها عموما في الحياه ممكن ده يفرق في الاحتباس الحراري. وكلمك بالورقه والقلم ووراك ارقام، ركز معايا، وراك ارقام بتوريك قد ايه فعلا حاجه زي الاحتباس الحراري ده مدمر العالم. انت ممكن تفهم كلامه وتصدقه لو هو حد عنده مصداقيه او هو مؤهل ان هو يقول لك كده، لكن مش هتقتنع وتاخد اكشن، مش هتقتنع وتعمل حاجه فعلا من الحاجات اللي هو نصح بيها. طب امتى بقى ممكن تقتنع؟ ممكن تقتنع ببساطه لما يلعب على مشاعرك. ازاي يلعب على مشاعرك في حاجه زي كده؟ لو حكى لك قصه او وراك صور بتاعت الحيوانات اللي عايشه في المناطق الجليديه زي القطب الجنوبي والقطب الشمالي والحتت دي، بينجوينز بقى، الدب القطبي اللي هو الابيض ده ايا كان، وراك صورهم وهم بيموتوا او هم بيعانوا من تغير الجو الناتج عن احتباس الحراري، وراك صورهم وهم بيبيهاتوا وبيعانوا وبيتوجعوا ومش عارفين يعيشوا. حاجه زي كده هتلمس مشاعرك وهتثبت في دماغك وهتاثر فيك، وسواء انت هتاخد اكشن او هتعمل حاجه ناحيه الموضوع ده ولا لا، بس حاجه زي كده هتزود جدا نسبه الناس اللي هتاخد اكشن او هتعمل فعل مترتب على ده، اللي هو ان هي تغير من سلوكها. يعني نسبه الناس دي هتعلى جدا لما مشاعرهم تتلمس. خلينا بقى نخش على خامس حاجه انت المفروض تعملها علشان تكون مقنع، ودي ببساطه حاجه بتكمل اللي قبلها اللي هي اللعبه على المشاعر، عشان احنا زي ما احنا لسه قايلين ان الناس بتاخد قرار بقلبها او بمشاعرها، وبعد كده المنطق والعقل بيحاول يبرر القرار ده. فضروري جدا بعد ما تاثر في مشاعر حد تديله اسباب ومنطق وعقل. خلي بالك انا قلت لك الناس بتتاثر بالمشاعر وبتاخد اكشن بالمشاعر، بس انا ما نفيتش اهميه المنطق خالص. ضروري جدا يكون عندك اسباب واضحه ومنطق وحقائق انت بتستند لها في اي حاجه انت بتحاول تقنع الناس بيها. ضروري جدا تكون منطقيه علشان تديهم المبرر اللي هم هيستخدموه عشان يبرروا افعالهم او الاقتناع اللي هم اقتنعوه بكلامك من عاطفتهم. ربنا ما تكونش اتلخبطت، هم خدوا اكشن عشان انت اثرت في مشاعرهم، اديهم مبرر بقى منطقي بالورقه والقلم لده. سادس حاجه مهمه جدا في عمليه الاقناع او التاثير دي، هي ان انت بنفسك تطلع المشاكل اللي في كلامك او اللي في الحاجه اللي انت بتحاول تقنع الناس بيها. اصلا الناس من جواها في عقلها الباطن حتى لو هم ما فكروش في ده بيبقوا فاهمين كويس قوي ان مفيش حاجه بيرفكت، مفيش حاجه كامله في الدنيا، يعني مفيش حاجه ما فيهاش غلطه من الاخر. فانت اكيد اللي انت بتقوله او اللي انت بتحاول تقنعني بيه ده فيه سلبيات، لكن لما انا بقى احاول اقنعك بحاجه واطلع فيها السلبيات بايدي قدامك والاقي لها حلول او الاقي لها مبررات قدامك برضو، ده هيريحك جدا ومش هيخليك تفضل تفرق كتير حوالين الموضوع، مش هيخليك تفضل تدور على سلبياته او تدور على مشاكله، وده ممكن يخليك اصلا تطلع مشاكل ما كانتش موجوده اساسا لو انت دورت لوحدك. لكن لو انا قلت لك المشاكل غالبا هتكتفي بده وتحس ان الدنيا كده تمام، انا عندي سلبيات وعندي ايجابيات، وتبقى حركه صايعه شويه منك لو السلبيات اللي انت طلعتها في الموضوع اللي انت بتحاول تقنع الناس بيه ملهاش علاقه ومش هتاثر في قرارهم. اللي هو انت مثلا لو محتاج قلم ازرق تكتب بيه وانا جيت ابيع لك القلم ده مثال بسيط جدا، انت في العادي هتخش تشتري مني القلم وتمشي، بس الفكره ان انا لو هحاول اتبع معاك الخطوات دي هقول لك القلم ده كويس جدا وخطه حلو، بس هو في عيب صغير ان هو بينزل بازرق بس ما بينزلش منه الوان تانية. انا قلت لك عيب مش هياثر في قرارك للشراء بتاع القلم ده اصلا، انت عايز قلم ازرق وده قلم ازرق، قلت لك حاجه مش مؤثره خالص في الكلام بتاعنا، بس ذكرت ان هو في عيب وده خلاه حقيقي قدامك، ده خلاك مصدق اكتر المميزات اللي انا قلتها لك فيه. سابع حاجه هتاثر في اقناعك للناس باي حاجه او تاثيرك فيهم، ان انت تحسسهم ان الموضوع فعلا معتمد عليهم، ان انت تحسسهم ان هم محتاجين ياخدوا اكشن وبسرعه، محتاجين يعملوا حاجه، محتاجين يتحركوا حركه. ببساطه ده بمثابه الكول
كول تو اكشن، ان انت تطلب منهم طلب يعملوه وتحسسهم ان الموضوع ايرجنت ومستعجل ولازم ياخدوا فيه قرار، يا يا لا، يا هيعملوا يا مش هيعملوا. علشان بعد كل الخطوات اللي احنا عملناها دي، حاجه زي كده او خطوه زي كده هتساعدهم ان هم فعلا ياخدوا الاكشن اللي انت عايزه. بس اللي هو مش كل حاجه تبقى اللي هو براحتك خالص، خد وقتك خالص، طب فكر وكلمني. عارف انت حوار اللي هو هنخرج امتى، طب ظبطوا كلموني، ده هو ده بالظبط اللي انا بقوله، ان انت مش بتحط اي ايرجنسي او اي استعجال في الموضوع. ظبطوا وكلموني، هنخرج امتى، يلا هنخرج السنه الجايه. هو ده اللي بيحصل. بس لو بدل ده جيت قلت لك في محاولتين او 3 حتى ان احنا خارجين بكره، ايه رايك يلا ننزل، فهتبقى انت مطالب تقول لي او لا. فاكيد يعني في مره من المرات هتقول لي فانا كده اخدت منك اكشن ما كنتش هاخده خالص لو سبت لك الموضوع مفتوح كده. لو انت بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي، اعتقد ان هو ممكن يكون عجبك، فيا ريت تعمل له لايك، ويا ريت تعمل له شير مع اي حد انت حاسس ان هو هيفيده فعلا. وشكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي. بس كده، السلام عليكم.